زي ما اعلنت من كام يوم عن بداية الموسم الجديد ان شاء الله، وبدايتنا في تحليل المباريات قبل لعبها وتوقعاتنا زي ما عودنا اصدقائنا ومتابعينا. ضربة الجزاء اللي هيحصل عليها الاهلي ان شاء الله في مباراة السبت القادم، مباراة 8 مساء ضد فيوتشر. ضربة الجزاء الأولى في الموسم. ليه بقول كده؟ لأن الأهلي عنده أكتر من لاعب في حالة الضغط وطريقة لعب وأسلوب ريبيرو بيستطيعوا إن هم يحصلوا على ضربات جزاء. أولهم طبعا أحمد سيد زيزو، ده معروف من زمان متفوق على نفسه في الحصول على ضربات الجزاء، لأنه لاعب عنده القدرة إن هو ستايل لعبه كده. نفس الامر ينطبق على محمد شريف، تحركاته مميزه جدا وبيعرف يغلط المدافعين، كذلك تريزيجيه، كذلك راديشار. الاربع لعيبه دول تقدر ان هم ياخدوا ضربه جزاء.